تعرفنا على نفسك ومن وين؟ وداع صدام من المملكة المغربية، وسأقدم لكم قصة قصيرة ليس المراد منها أدب أو شعر، وإنما رسالة بسيطة. الله بسم الله تفضل. كان ويا مكان في زمن من الأزمان إخوة يعيشون في دار واحدة يجمعهم كل حب ووئام، يخافون على بعضهم البعض، يناصرون بعضهم البعض، يفخرون ببعضهم البعض، يكملون بعضهم البعض. شاءت الأقدار أن تغير أحوالهم لتجعل كل واحد منهم يعيش منعزلا عن الآخر، فأصبح كل منهم يخاف على نفسه، يناصر نفسه، يفخر فقط بنفسه، رغم كل جهود الأخ الأكبر الذي كان دائما يحاول أن يوحدهم ويحمي كرامتهم. توالت الأيام والسنين على هذا الحال، إلى أن وقع ما لم يكن على البال. اغتصبت أختهم. اغتصبت أختهم أمام أعينهم، وهم يتلذذون بعذابها ولا يحركون ساكنا لمساعدتها. لكن الأخ الأكبر ثار وانتفض للدفاع عن أخته وحمايتها. هنا تحرك الإخوة، ليس لنصرة أخيهم في الدفاع عن أختهم، لا، للأسف لا، بل لقتله لأنه كان يحاول أن يحفظ ماء وجههم، كان يضحي بالغالي والنفيس من أجلهم. هذا هو جزاؤه. نعم قتل العراق، نعم اغتصبت فلسطين. ظلينا هكذا صامتين هادئين نائمين. لا، نسيت، نبحث عن الظاهر. أمة مصائب تبحث عن ظاهر. وأنا أسير ذات يوم في الشارع، وجدت في مقلب قمامة جثة لها ملامح الأعراب، تجمعت من حولها النسور والذباب، وفوقها علامة تقول هذه جثة كانت تسمى كرامة. يا أمة الكرامة،